السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية عاملين إيه؟ وحشتونا. بس أنا زعلان منكم يالا، ليه كده؟ مفيش لايك، مفيش شير، مفيش سبسكرايب، يعني أنزل لكم مراجعة نص المنهج وتنسونا كده؟ بس بقول لكم إيه؟ أنا كده بحبكم. النهارده مع مراجعة تالتة إعدادي نص المنهج، نص منهج الجغرافيا، وما تنساش تتفرج على نص مراجعة التاريخ موجود عندنا على القناة. بحبك يالا، يلا بينا. دلوقتي بقى رجالتنا وحبايبنا بنبدأ معاك واحدة واحدة. هنمسك تركات الجغرافيا ونبدأ معاك مع النشاط الزراعي وموارده في العالم. طيب تعال نشوف بتقول ايه الكلام ده. عندك اول حاجة هو لازم يقولها لك، هل النشاط الزراعي اصلا ليه اهمية؟ قال لك الانسان عرف النشاط الزراعي منذ القدم. ثواني بس ايوه بس ثانك يو فيري ماتش، فيري ماتش. بيقول لك الانسان عرف الزراعه منذ ما يقارب 5000 سنه، تمام، وعرف معاه حياه الاستقرار. طيب كنا زمان ايام المنهج القديم بقى، اللي هو انتوا لسه بالنسبه لكم، بالنسبه لطلابنا وحبايبنا طلاب ثالثه اعدادي، ده المنهج بتاعهم. اما لو انت بتتابع الفيديو بتاعك عشان توري اخوك او صاحبك او قريبك، فبالنسبه لك ده منهج قديم. كنا بنتكلم عن حياة المصري القديم، وكنا بنقول ايه؟ المصري القديم كان عايش وحيد بيدور على الطعام، طلع الهضاب، نزل ملقاش طعام، خلص الاكل، خلص الشرب، حصل جفاف، خلص الاكل، خلص الشرب، حصل جفاف، نزل يدور على الطعام، هوب لقى نهر النيل، فتعلم الزراعة وربى حيوانات وعاش حياة الاستقرار وبان الحضارة. تمام؟ فالحضارة كانت أساسا قايمة على النشاط على النشاط الزراعي. قال لك عشان كده النشاط الزراعي يعتبر من الأنشطة الاقتصادية الأساسية. نشاط اقتصادي أساسي. ليه؟ قال لك ده مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. بجانب بجانب الاسماك والحيوانات، بيرتبط بيه كمان تربيه الحيوانات. تلاقي ابو محمدين وسميده رايح الصبح الارض، فواحد وساحب معاه الجاموسه بتاعته واخد بعضه وماشي كده، تمام. يبقى هنا الزراعه ارتبط بها تربيه تربيه الحيوانات. قال لك برضه تعتبر مصدر مهم للمواد الخام الزراعيه اللازمه لبعض الصناعات، زي زي الالياف اللي منها القطن والكهتان والجوت. الجوت ده اخو الجتان. وقال لك بتدخل فيه المنسوجات. طب المطاط الطبيعي قال لك بنستخرجه من عصارة الاشجار الاستوائية، بيدخل في عدة صناعات، منها اطارات السيارات اللي هي كاوتشات العربية. صلى على رسول الله. طيب دلوقتي قال لك اللي احنا لو بصينا على الخريطه اللي فوق دي هنلاقي ان احنا عندنا 3 انواع من الزراعه. عندي زراعه بسيطه، عندي زراعه كثيفه، عندي زراعه تجاريه علميه. تعالى نسهلها لك. الزراعه البسيطه دي انا هشبهها براجل غلبان تعبان شقيان، بيصحى من اول النهار وبيرجع لما العيال تنام. والله حلوه، سقف يا تمام. قال لك انت عندك الزراعه عندك الزراعه البسيطه. مين ده؟ عمي سعيد، راجل بسيط. عم سعيد فلاح بسيط، راجل بسيط. عم سعيد فلاح بسيط. قال لك بيزرع حته الارض بتاعته وبيستخدم فيها ادوات بدائيه بسيطه، والارض بتاعته صغيره فهتبقى ضيقه او ضيق المساحه المزروعه، وكمان متباعده عن بعضها البعض. كمان كل هدف عم سعيد الراجل الغلبان اللي عاش طول عمره بسيط انه يوفر الاحتياجات الغذائيه اللازمه للسكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. ما عندوش حاجه يبيعها اصلا، هو يا دوبك بيكفي اكله واكل عياله واكل حبايبه بس كده. يبقى عم سعيد راجل بسيط بيستخدم ادوات بدائيه، ضيق المساحه المزروعه في ارض عم سعيد. هو كل همه يوفر احتياجات غذائيه لازمه للسكان دون وجود فائض للتصدير. طيب
قال لك لما بصينا الاماكن الانتشار بتاعها، انت فين يا عم سعيد؟ قال لك بيعمل في الزراعه البسيطه، بيشتغلوا يا عم سعيد عدد قليل من سكان العالم في مناطق صغيره وكمان معزوله. هتبقى موجود فين يا عم سعيد يا راجل يا بسيط؟ قال لك مناطق حاره على الهوامش في الغابات الاستوائيه. مناطق حاره على هوامش الغابات الاستوائيه، مناطق حرة للهوامش الغابات الاستوائية. بعض مناطق الحشائش، حشائش السافن. يبقى كده من الاخر عم سعيد الراجل البسيط موجود في الاماكن الايه؟ الحارة. طيب ايه اهم محاصيل عم سعيد؟ قال لك بزرع ذرة، بزرع موز، بزرع كسافة، وبزرع ياب اللي شبه البطاطا والبطاطس، اللي شبه البطاطا والايه؟ والبطاطس. طيب عم سعيد ليه اخ، اخوه ده بقى كان احسن منه شوية ها، بس اسمه عم سعد. يبقى سعيد اخوه اسمه عم ايه؟ عم سعد. عم سعد قلنا له انت بتزرع الارض بتاعتك قد ايه؟ قال لك انا عندي ارض، بس الارض بقسمها لحقول صغيره، والهدف منها ان انا ازرع الارض اكتر من مره. عشان كده كانوا بيقولوا عليا سعيد الكثيف، قصدي سعد الكثيف. سعد الايه؟ الكثيف. يبقى انا زراعه كثيفه، كل همي ازرع الارض اكتر من مره، كل همي ازرع الارض اكتر من مره في العام الواحد. بهدف ايه يا عم سعد؟ قال لك اشبع حاجات السكان المحليين. يعني كل هدفي ان انا كمان اكفي احتياجات السكان زي اخويا بالظبط سعيد. تمام؟ وقال لك عادة ما توجد في المناطق كثيفة السكان. يبقى الزراعة الكثيفة في مناطق كثيفة، الزراعة الكثيفة في مناطق كثيفة. صلى على رسول الله. قال لك طيب انت يا عم سعد بتعمل ايه؟ قال لك انا بزرع الارض اكتر من مره قلناها، وبزرعها باكتر من محصول. بس انا ارض كبيره، بس بقسمها الى حقول. بس انا ارض كبيره بقسمها الى حقول، الى حقول زراعيه. طب ده هينتج عنه ايه؟ مش هعرف استخدم الالات والميكنه الزراعيه، مش هعرف استخدم الالات والميكنه الزراعيه. قال لك وفي نفس الوقت لازم يكون عندي ناس كتير بتساعدني، فبطلب عمالة كتير. ليه؟ قال لك عشان انا بعمل عمليات كتيرة جدا في الزراعة. ببذر الحبوب، بعديها بسقي الزرع، بعديه بنقيه. ببذر الحبوب، بعديها بسقي الزرع، بعديها بنقيه. طيب انت فين يا عم سعيد؟ قال لك قصدي عم سعد. قال لك انا جنب سعيد اخويا في المناطق الحاره، وبالك ساعات بروح المناطق المعتدله، فبقيت في المناطق الحاره والمعتدله. طب بتزرع ايه؟ بزرع قمح، بزرع ارز، بزرع قط، بزرع قمح، بزرع ارز، بزرع قط. قول معايا دي وانت قاعد كده، يلا قول يا. طيب بعد كده قال لك انت عندك الزراعه التجاريه العلميه. ده اخوهم التالت بقى. ده مين؟ عم مسعد. عم مسعد ده بقى راجل داهيه، اتعلم دخل كليه الزراعه فبقى عنده علم. فقال لك ايه؟ انا معروف ان انا زراعه تجاريه واسعه، ان انا زراعه تجاريه واسعه، عندي مزارع كتيره، بتخصص في زراعه محصول واحد بهدف انتاج ضخم عشان ابتدي اصدر وابيع واكسب فلوس. تمام؟ يبقى هنا الزراعه التجاريه بتتم في مزارع واسعه، تمام، بتستخدم فيها احدث الالات والطرق العلميه الحديثه، وده هينتج عنه قله العماله في الزراعه او قله التكاليف. قله العماله في الزراعه او قله التكاليف.
طيب اماكن انتشارها قال لك انت هتلاقي عم مسعد ده فين؟ هتلاقيه في امريكا الشماليه، بالذات في الولايه الامريكيه. طب بيزرع ايه؟ قمح وكمان قطن، قمح وايه؟ قطن. وهتلاقيه في اوروبا بيزرع قمح بس. طب وجنوب شرق اسيا مزارع مطاط وكمان شاي. تمام؟ يبقى كده اهم محاصيل الزراعه التجاريه الواسعه: شاي، قطن، قمح، مطاط. صلى على رسول الله. ايه ده؟ سوري. طيب بعد كده احنا بنتكلم عن الموارد الزراعيه. قال لك لو انا اكلت او انا محتاج اكل، فانا كده هعتمد على محاصيل زراعيه ايه؟ غذائيه، ليها علاقه ببطن ايديا، لازم اكل واشرب. تمام؟ فانا كده هيكون عندي اهتمام بالحبوب الغذائيه، والحبوب الغذائيه بتبقى في منها غذائيه اكل زي قمح، ذره، رز، وفي محاصيل سكريه قصب السكر والبنجر، والواد العسل اللي بيعمل لايك وبيتابعنا في كل جديد. تمام؟ بعد كده قال لك انت عندك محاصيل اسمها محاصيل الالياف، عندك قطن وكتان والجوت ابن عمه. طيب محاصيل ذات طبيعه خاصه: مطاط طبيعي وكمان شاي وكمان بن. صلى على رسول الله. قال لك احنا عندنا محاصيل غذائيه، عندنا قمح وعندنا ذره. قال لك القمح ده يعتبر المصدر الرئيسي او الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. بنصنع منه الخبز، العيش، وكمان المكرونه والحلويات. صدمه ليك طبعا، عشان انت لحد من قريب كنت فاكر ان المكرونه بتتزرع. يهبل 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 يهبل. تمام؟ يبقى احنا كده عندنا اول حاجه القمح يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. بنصنع منه الايه؟ الخبز والمكرونه وكمان الحلويات. قال لك بينتج في كل قارات العالم المأهولة بالسكان. آسيا رقم 1 في إنتاجه. طب مين في آسيا؟ قال لك الصين رقم 1 في العالم وفي آسيا، والهند بعديها على طول. طيب ما لقيناش قمح، الذرة ما أثرتش في حاجة، دي بتستخدم كغذاء للإنسان، أو سوري يعني علف للحيوان. تمام؟ وبينتج في معظم قارات العالم، او بتنتج في معظم قارات العالم، لكن امريكا الشماليه اولى القارات بتستخدم معظم الانتاج من الذره كعلف للماشيه، وبنصدر جزء منه للخارج، او بتصدر جزء منه للايه؟ للخارج. صلى على النبي يا حبيبي، صلى على النبي يا روح قلبي. خلي بالك الاشكال البيانيه، هنقف بس عند الحته دي عشان دي سواء هتقابلك الفترة الجاية زي ما برضو قابلتك في الترم اللي فات، ان الاشكال البيانية مش عقدة ومش صعبة. انت سامحني بس الصوت وجه صوتي تعبني شوية من ارهاق اليوم، فحقكوا عليا وربنا، ادعوا لي. تمام؟ الاشكال البيانيه انت لازم تتعلم تقراها. صلي بينا على النبي، امشي معايا واحده واحده في الشكل البياني وما تعديش الحته دي لانها مهمه. يعني ممكن يجيب لك في الترم في امتحان الترم، امتحان اخر السنه، يجيب لك شكل من الاشكال دي ويسالك عليه. فانت المفروض هتعمل ايه؟ انت دلوقتي بيقول لك ان ده رسم بياني للدول الرئيسيه المنتجه للقمح حسب تقديرات سنه 2012 قصدي. تمام؟ انت هنا عندك بيقول لك الكميات اللي تم انتاجها بالمليون طن، يبقى هنا ده الانتاج. طب هنا قال لك هنا بيبتدي يحط لك بعض من الدول الرئيسيه المنتجه للقمح. فانت لو بصيت هنا عندك البدايه بتبتدي من الصين وبتنتهي عندك في دول اخرى. طيب لو جه قال لك في الامتحان ولعب عليك يقول لك مين اولى الدول؟ مين اولى الدول في انتاج مثلا القمح؟ فانت المفروض هتقوم جاي تقعد بقى تبص على كده، صح؟ وتقول ده ال 184 دي كبيره حلوه، يبقى هو كده عاوزنا اكتب له دول اخرى. يهبل يا عبيط، دي اسمها دول اخرى، يعني دي كذا دوله مع بعض، فمالكش دعوه بدي. انت بتقرا واحده واحده. مين اولهم؟ ما هو طبيعي لو كانت دي الاولى كانت اتحطت هنا، لكن دي عشان كذا دوله مع بعض فكميه
كميه هتتقسم على كذا دوله فاتحطت في الاخر، فهي يعتبر اقل من ايه؟ اقل من دي. يعني الدول دي لما تتقسم وتتفنط لوحدها تطلع اقل من ايه؟ من اخر احصائيه بعد مصر. فانت عندك اول دوله في انتاج القمح الصين، واخر دوله في انتاج القمح حسب تقديرات 2012 مصر. تمام؟ انت بتقرا واحده واحده، بتمشي مع ترتيب الاحصائيه او مع ترتيب الرسم البياني. خليك ذكي، الاسئله دي بتكون سهله جدا وتافهه جدا وتافهه جدا، بس انت مش عارف او بتوتر نفسك زياده عن اللزوم. صلى على رسول الله. قال لك بعد كده عندنا المحاصيل السكريه، عندنا قصب سكر وبنجر. المحاصيل السكريه قال لك او قصب السكر هو المصدر الرئيسي لانتاج السكر في العالم. طب بيحتاج ايه؟ قال لك بحتاج حراره مرتفعه، كميات ميه كتيره يعني ميه وفيره، كميات ميه كتيره يعني ميه وفيره. قال لك بيتزرع فين؟ في المناطق المداريه الحاره في كل القارات، في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. ليه يا قلبي؟ ليه يا قلب المستر من جوه؟ ليه؟ قال لك عشان قاره اوروبا تقع في المنطقه المعتدله. تمام؟ طب اديك حته تانيه، هتقول ايه؟ بسبب عدم توافر الظروف المناخيه الملائمه لزراعته. وتبقى واد حلو بقى وجدع تقول ان قصب السكر بيحتاج درجه حراره مرتفعه وكميه مياه وفيره، بينما تقع قاره اوروبا في المنطقه المعتدله. اجابه نموذجيه وفوق النموذجيه بنموذجيه شويه كمان، تبقى عيل اصلي كده، تبقى بنت شاطره. تمام؟ طب مين اول دوله في انتاجه؟ البرازيل. طيب ما لقيناش قصب السكر، قال لك ما غلبناش هروح للبنجر. البنجر تمام بيستخدم في انتاج السكر في العالم، بيحتاج درجه حراره معتدله، تربه مناسبه. طيب عشان كده هنلاقيه في قاره اوروبا، واهم دوله في انتاجه فرنسا، بعدها على طول امريكا الشماليه اللي فيها الولايات المتحده الامريكيه. اكبر الدول المنتجه في قاره افريقيا هي مصر. طيب هو احنا كده اتكلمنا على الانتاج العالمي من المحاصيل السكريه. طب لو جه في الامتحان قال لك انتاج العالمي للسكر، ايه ده مستر في فرق بين دي ومن دي؟ اقول لك اه يا حبيبي، لما اجي اقول لك المحصول حاجه والمنتج حاجه تانية. اما اجي اقول لك مين اولى الدول في العالم في انتاج السكر، مش قصب السكر او بنجر السكر، هتقول لي الهند، بعدها على طول الصين. دي منتج السكر يا سكر. تمام؟ طيب قال لك بعد كده، قال لك انت عندك محاصيل الالياف. عندك اول محصول اسمه محصول القطن، محصول مداري باللي جرالي ولا حد ايه اللي انا بقوله ده؟ سوري معلش يا جماعه، حقكم على، انا اسف، انا اسف والله نسيت نفسي. تمام؟ يبقى احنا كده عندنا القطن ده محصول مداري. تمام؟ اهميته ايه؟ انتاج الخيوط اللي بتستخدم في صناعه اجود انواع المنسوجات وكمان الملابس. بيعتبر مصدر لاستخراج زيت بذره القطن وصناعه الاعلاف. طب اهم القارات المنتجه ليه؟ اسيا اولى القارات، اسيا اولى القارات بتنتج ثلثي الانتاج، واهم دولها الصين، بعديها على طول الهند، بعد كده عندك امريكا الشماليه، ثاني القارات امريكا الجنوبيه، دي ثالث القارات افريقيا، رابع القارات اهم دوله فيها مصر والسودان، اهم دوله فيها مصر والسودان. طيب قال لك بعد كده ان احنا كان عندنا في الدرس حاجه اسمها محاصيل ذات طبيعه خاصه، يعني بتحتاج ظروف معينه لزراعتها. عندنا اول واحد فيهم هو المطاط الطبيعي، بنستخرجه من عصاره اشجار استوائيه، بنصنع منها اطارات سيارات وصناعات اخرى. تمام؟ اهم الدول المنتجه ليه؟ قاره اسيا، وبتنتج معظم الانتاج. اهم دوله تايلاند، اولى الدول العالم في انتاجه. افريقيا ثاني القارات، افريقيا ثاني الايه؟ القارات.
طيب بعد كده قال لك بنبص بالله عندك ايه؟ الشاي ده نبات دائم الخضره. الشاي ده نبات دائم الخضره، موطنه الاصلي في شرق اسيا، ظروف زراعته تربه خصبه بس خفيفه، تربه خصبه بس خفيفه، ومناخ حار، وكمان هواء رطب، ومطر غزير، جو مش مفهوم له هو عاوز ايه. تمام. طب مين اهم الدوله المنتجه ليه؟ الصين. دلوقتي بقى اولادنا يلا بينا نفصص الدرس الثاني ونشوف كل الاجزاء والتريكات اللي فيه، واي صعوبه تواجه حضرتك، اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه ارميها في الكومنتات، انا بنفسي اروح قلبي هنرد عليك، ومن عندي قبل العندي. شايف ايه ده؟ صورة صاحبك اللي ما بيذاكرش. صلى على النبي. دلوقتي بنبتدي نتكلم على الثروة الحيوانية في العالم. قال لك ثروة حيوانية يعني نشاط رعوي. قال لك النشاط الرعوي ده يرتبط بتربية الحيوانات بمناطق الحشائش. بنشاط رعوي يبقى مناطق حشائش. وانا عندي كم نوع من انواع الحشائش؟ عندي حشائش معتدله ستيبس، وعندي حشائش حاره سافانا. الحشائش المعتدله قصيره، الحشائش السافانا طويله. طب ايه انواع النشاط الرعوي؟ قال لك في رعي بدائي، رعي تجاري. رعي بدائي، رعي تجاري. فاكرين مثال عم سعيد وسعد ومسعد؟ هنطبق حاجه زيه دلوقتي. تمام. نسميهم ايه؟ عم فتحي، تمام، وعم مفتاح. حلو قوي. عم فتحي راجل بيرعى غنم، بس راجل بسيط غلبان. تمام. قال لك عشان كده موجود في الصحراء وبيمارسوا اغلبيه السكان امثال عم مين؟ عم فتحي. تمام. طب انا عندي كم نوع من الصحراء يا مستر؟ عندي صحاري حاره زي كده، عندي صحاري معتدله، عندي صحاري بارده. طيب هو موجود فين؟ قال لك انا موجود في الصحاري الحاره يا بيه، موجود في شبه الجزيره العربية، وكمان بادية الشام، موجود بقارة آسيا، موجود كمان في شمال قارة أفريقيا، موجود في دول وسط آسيا، بس دي صحاري معتدلة. موجود في صحاري باردة، موجود في صحاري باردة بقارة آسيا وقارة إيه؟ وقارة أوروبا. قال لك بيعيش فيها حيوان الإيه؟ حيوان الرنة. رنة فودافون. سوري يا ولاد اضحكوا على انا اسف. تمام. قال لك طيب بالنسبه للراعي احنا كده عرفنا الراعي البدائي ده عم فتحي. طب عم مفتاح الراجل المتقدم قال لك انا قال لك النشاط بتاعي موجود في نطاق حشائش الستيبس، وكمان موجود في السافانا بكل قارات العالم، بس موجود بالاكثر في الولايات المتحده الامريكيه بقاره امريكا الشماليه. دي مناطق حشائش قصيره تعرف باسم الستيبس، وبتعرف باسم البراري. تعرف اسم الايه؟ البراري. موجود في الارجنتين بامريكا الجنوبيه، موجود بقاره استراليا، دي دوله 100. طيب لما بصينا بقى كده احنا عرفنا خصائص كل واحد. طيب لما بصينا هنا للراعي البدائي لقينا ان عدد القائمين على حرفه الراعي البدائي في شبه الجزيره العربيه وبدايه الشام قليله. ليه يا جدعان كده؟ قال لك بسبب توطين البدو، وكمان لاقوا البترول. هنفضل بقى نرعى اغنام؟ عيب يا جدع، يلا يا عم. فسابوا المهنه. تمام. قال لك نفس السؤال بيتكرر بس على دول وسط ايه؟ على دول وسط اسيا. طب ليه كمان دول سابوا مهنه الراعي؟ قال لك بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل بالصناعه وكمان الزراعه وكمان الخدمات. قال لك طيب لما بصينا للراعي التجاري قال لك الراعي التجاري ده راعي باشا، ده ناس بإتيكيت، بيدلعوا الحيوانات، بيدلعوا الثروة الحيوانية، فبيستخدموا أساليب علمية حديثة عشان ينتجوا ألبان، كمان ينتجوا لحوم. تمام. من كل الحيوانات، وكل نوع من الحيوانات بيعيش في مزرعة خاصة.
شوف الحيوان بيعيش في مزرعه خاصه، وانت واخوك في نفس السرير، بتصحى تلاقي رجله في بقك. شوف الحيوان بره في المزارع التجاريه قاعد لوحده في مزرعه، مش هو لوحده، هو اخواته برضه بس انا حبيت اضايقكم. تمام. قال لك عشان كده تعتبر الثروه الحيوانيه هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم والالبان، الوان ايه بجانب كونها مصدر لكثير من المواد الايه؟ المواد الخام المستخدمه في صناعه الجلود وكمان الصوف. طب من اهم انواعها قال لك الابقار والاغنام. قال لك الابقار هي مصدر رئيسي للحوم الحمراء لاغلبيه الايه؟ سكان العالم، وبتدخل بنسبه كبيره في التجاره الدوليه. اسيا اولى قارات العالم واهم دولها الهند، ما بيذبحوهاش، انت فاهم بقى عشان الفيديو ما تحزنش. طب امريكا الجنوبيه قال لك تاني قارات العالم. طيب الاغنام قال لك بنربيها من اجل لحومها كمان اصوافها، لاجل لحومها كمان اصواف، وبترتبط بها تربيه، بتربيتها بمناطق الرعي التجاريه الواسعه، يعني بتعيش في المناطق التجاريه الواسعه. الصين اول دوله، الهند وكمان استراليا. طيب ليه اشمعنى الثلاثه دول؟ قال لك بسبب وفره الحشائش، بسبب وفره الحشائش. قال لك برضو عندنا حيوانات تانية، الجاموس والإبل اللي هم الجمال، والماعز، الخنازير، الرنة. طيب قال لك لما بصينا على إنتاج اللحوم، قال لك اللحوم الحمراء عندنا هي تعتبر المنتج الحيواني الرئيسي. طب أهم الدول المنتجة ليه؟ الصين، معظم إنتاجها من اللحوم والعياذ بالله الخنازير. طب بعد كده قال لك تاني دولة على طول هي الولايات. الألبان هي تاني منتج حيواني بعد اللحوم الحمراء. أهم دولة الهند عشان هي رقم 1 في الأبقار، وبعديها على طول الولايات. طب الأصواف قال لك يعتبر الأصواف هي مادة خام أساسية لا غنى عنها في صناعة النسيج بالذات من الصوف. أهم دولة منتجة اسمها استراليا، فيها أغنام المارينو الشاهرة بغزارة أصوافها. تمام. بعدها على طول الصين، بعدها على طول الايه؟ الصين. طب الجلود قال لك الجلود مهمة تقوم عليها صناعة دبغ الايه؟ دبغ الجلود، وكمان تصنيعها في شكل منتجات جلدية، في شكل منتجات جلدية. قال لك انت عندك حوالي 8% من انتاج العالمي للحوم الحمراء بيدخل في التجاره العالميه، يبقى 8% من الانتاج العالمي للحوم بيدخل في التجاره الايه؟ الدوليه. عشان بس اللي حصل في الفتره اللي فاتت ان زاد معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء. استغفر الله العظيم على الكذب. تمام. المهم قال لك زاد استهلاك المعدل العالمي من اللحوم الحمراء، بياكلوا لحمه كتير، الناس من كتر اللحمه جالها تخمه. تمام. قال لك بسبب ايه؟ قال لك بسبب ارتفاع مستوى المعيشه، الناس بقى معاها فلوس. قال لك مصر بتنتج 6 مليون طن سنويا، وانتاجها من اللحوم ما بيكفيش، عشان كده بتستورد. ليه؟ قال لك السكان زادوا السكان ايه؟ زادوا، وكمان زاد معاهم الاستهلاك. طيب قال لك بعد كده، قال لك انت عندك الدواجن، قال لك تربى الدواجن في كل دول العالم تقريبا. قال لك بتساهم بمنتجاتها من اللحوم والبيض في سد حاجز السكان من العالم من الايه؟ من الغذاء. طب من اهم الدول المنتجه؟ الولايات المتحده اولى الدول العالم انتاجا. طب الصين قالت لك انا تاني دول العالم انتاجا. طيب ندخل على الأهم، الأسماك. قال لك السمك مهم، قال لك ده يعتبر مصدر رئيسي للغذاء لمعظم سكان العالم، بالذات اللي عايشين في المناطق الساحلية اللي بتطل على البحار وكمان الايه؟ المحيطات. طب ايه العوامل اللي بتساعد على تطور حرفة الصيد وتربية الأسماك؟ قال لك أول حاجة ضحالة المياه، يعني قلة عمق المياه الساحلية، قلة عمق المياه الايه؟ الساحلية، ولازم تكون فيها مواد غنية. تمام. او غنيه قصدي معلش انا اسف، قصدي ان هي تكون غنيه بالمواد الغذائيه، قصدي تكون غنيه بالمواد الايه؟ بالمواد الغذائيه، يعني تكون غنيه بالمواد الغذائيه اللي بيعيش عليها الاسماك. التقاط الطيارات البحريه الدافئه مع الطيارات
الباردة، فده بيخلق مناخ مناسب او مكان مناسب وملائم لايه؟ لنمو وتربيه الايه؟ الاسماك. وكمان هيكون لازم في مواني لرصف سفن الايه؟ الصيد، وفي نفس الوقت توافر الخبرات الفنيه والعلميه في صناعه المراكب وكمان ادوات الصيد. ولازم يكون في ثلاجات. التوسع في تربيه الاسماك لازم يكون على اسس علميه حديثه. طب انت عندك مناطق لصيد الاسماك؟ قال لك قال لك ان انت اصبح عندك عوامل طبيعيه وعوامل بشريه ساعدت على تطور حرفه الصيد بمصايد الاسماك المنتشره. طب فبقى عندنا سواحل كتيره جدا من الاماكن المناسبه لصيد الاسماك، زي سواحل شمال غرب اوروبا وامريكا الجنوبيه وسواحل امريكا الشماليه وسواحل شرق وجنوب شرق اسيا. طب لما بصينا قال لك مصادر الانتاج العالمي للاسماك، قال لقينا نص الانتاج بيجي من الاسماك من المياه المالحه بالمحيطات والبحار. طب والتلت قال لك بيجي من مزارع تربيه الاسماك، مزارع السمكيه المنتشره في كذا دوله في العالم. قال لك طب باقي الانتاج بقي باظ والله تعبت. تمام. طب باقي الانتاج قال لك بيجي من الميه العذبه، انهار وبحيرات. انهار وايه؟ وبحيرات. طب مين اهم الدول المنتجه؟ اول دوله الصين، بتنتج اكتر من تلت الانتاج العالمي. بسبب ايه؟ عندها مصائد على المحيط الهادي، وكمان عندها بحيرات وانهار، عندها مزارع تربيه سمكيه. طيب مين تاني؟ قال لك بيجي بعد الصين الولايات واندونيسيا، قصدي والولايات المتحده الامريكيه واندونيسيا. قال لك بيجوا بعد الصين. تمام. ويرجع لده السبب في ايه؟ قال لك في وجود السواحل اللي بتطل على البحار والمحيطات وتقدم وسائل الصين. طب مين اكتر دول بتصدر اسماك؟ قال لك الصين، النرويج، او كمان تايلاند. طيب قال لك في انواع من الكائنات البحريه. قال لك عندك القشريات، عندك الفقاريات واللافقاريات، عندك الرخويات، عندك الحيتان. تمام. كل دي كائنات بحريه. قشريات زي الجمبري، رخويات زي الصبيط. الحيتان دي بتعيش في المحيط وبيتم الاستفاده من لحومها وشحومها. دلوقتي بقى يا اولادنا تعالوا نفصص درس النشاط التعديني في العالم. عندك اول حاجه يعني ايه اصلا كلمه نشاط تعديني؟ قال لك نشاط تعديني هو عمليه استخراج المعادن ومصادر الطاقه من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن القشره الارضيه او بالقرب منها. تمام. او بالقرب من سطح الارض. قال لك النشاط التعديني لازم يرتبط بوجود المواد الخام، معادن او مصادر طاقه بكميات وفيره، يعني كتيره او كثيره. تمام. من من المراكز الصناعيه، يكون من المناطق الصناعيه. قال لك بيتم نقله من المناجم، بعد كده بيروحوا على مصانع. قال لك بس في عمليات بتسبق التعدين. اول حاجه بروح ادور على المعادن، فهي عمليه البحث والكشف عن الخامات المعدنيه. بعد كده بعمل عمليه لاعداد المناجم لعمليه التعدين. ببتدي ان انا استخرج المعادن. تمام. بعد كده ببتدي اجهز المعادن وامد الخطوط الحديديه والطرق وبعمل مساكن للعاملين. طيب احنا عندنا ايه تاني؟ قال لك الموارد المعدنيه. قال لك تحتوي القشره الارضيه على العديد من المعادن تبلغ 2000 معدن. تمام. قال لك اللي تم اكتشافهم قد ايه؟ قال لك 200. يبقى احنا معانا 2000 معدن موجودين، اكتشفنا منهم كام؟ 200. يعني لسه في 1800 نوع معدن ما نعرفش عنهم حاجه. قال لك الدول المتقدمه بتستهلك كميات كبيره من المعادن بتوصل ل 85%، رغم ان هي فيها خمس السكان. طب ليه؟ قال لك عشان خاطر عندها صناعات مختلفه بتقوم على هذه المعادن. طيب قال لك انت عندك المعادن، عندك في حديد، نحاس، بوكسايت، منجنيز، فوسفات، ذهب، يورانيوم. تمام. الحديد ده يعتبر من المعادن الاساسيه. النحاس برضو يعتبر من المعادن الاساسيه. البوكسايت من المعادن الخفيفه اللي بتخش في انتاج الالومنيوم. تمام. المنجنيز والفوسفات يعتبروا من المعادن الكيماويه
الذهب برضو يعتبر من المعادن النفيسة. اليورانيوم ده من المعادن الاستراتيجية الهامة، يعني ليها أهمية استراتيجية. طيب قال لك الحديد، قال لك الإنسان عرف استخدامه منذ آلاف السنين. طيب قال لك يعتبر من أهم المعادن المستخدمة في الصناعات. تمام؟ قال لك صناعات ثقيلة بيكون فيها حديد زي الإطارات، زي الحديد والصلب. تمام؟ قال لك طب مين أهم الدول المنتجة ليه؟ قال لك أنت عندك الصين هي رقم 1، استراليا هي رقم 2. قال لك بس بيدخل 30% من الانتاج العالمي للحديد في التجاره الدوليه. يبقى احنا كده عندنا قد ايه؟ قال لك 30% من انتاج الحديد بيدخل في التجاره الدوليه. قال لك بتصدر الدول الناميه، الدول الفقيره. يبقى ناميه كده انا عندي اللي هي الدول الايه؟ الفقيره. تمام؟ قال لك زي مين؟ موريتانيا بتصدر خام الحديد، بتوديه للدول الصناعيه المتقدمه، بتوديه للدول الصناعيه المتقدمه. عندك اليابان بريطانيا. صلي على رسول الله. طيب النحاس قال لك بنستخدمه في الكثير من الصناعات، زي صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية. صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية. طيب مين أول دولة في إنتاجه؟ دولة اسمها شيلي، جنب الأرجنتين والبرازيل، موجودة في أمريكا الجنوبية. هي أول دولة في إنتاجه. الصين هي رقم 2 في إنتاجه. طب البوكسايت بنصنع منه خام الألمونيوم أو معدن الألمونيوم. طب يعتبر من أهم الدول المنتجة ليه هي دولة إيه؟ استراليا، هي أولى الدول إنتاجا في العالم. طيب إحنا إزاي بنحول البوكسايت إلى ألمونيوم؟ قال لك بنحتاج طاقة كهربائية، خبرة علمية، فنية متطورة، وبنحتاج أسواق محلية. يلا دي خارجية تقدر تستقبل وتستوعب الإنتاج. تمام؟ عشان كده كل المقومات دي مش موجودة في الدول النامية. فالدول النامية الفقيرة بتعمل إيه؟ بتصدرها للدول المتقدمة بسبب توافر الإيه؟ مقومات صناعة الإيه؟ الألمونيوم. طب مين أهم الدول المصنعة للألمونيوم؟ الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة إنتاجا لإيه؟ للألمونيوم. تمام؟ بالرغم من قله انتاجها فين؟ في البوكسات، لكنها بتستورده. تمام؟ طب هي ليه الاولى؟ عشان عندها مقومات صناعته. عندك كندا برضو بيجي بعدها كندا، استراليا، وكمان اليابان. صلوا على رسول الله. قال لك طيب مصادر الطاقه هي القوى المحركه. احنا عندنا كم نوع مصادر الطاقه؟ عندي مصادر طاقه متجدده، عندي مصادر طاقه غير متجددة. طيب قال لك انت عندك مصادر الطاقة في العالم غير متجددة: فحم، بترول، غاز طبيعي. فحم، بترول، غاز طبيعي، وكمان طاقة نووية. طب طاقة غير متجددة عندك طاقة رياح، وطاقة أمواج، حركة مد وجزر، وطاقة شمسية. طيب تعال نشوف. قال لك الفحم هو كان يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة، وكان عماد الثورة الصناعية. تمام؟ في قارة أوروبا في أواخر القرن ال18، ويعتبر المصدر الرئيسي للإيه؟ للطاقة لحد أوائل القرن العشرين. بنستخدمه في إيه؟ في توليد الطاقة الكهربائية. بنستخدمه في توليد الطاقة الإيه؟ الكهربائية. هو المصدر الرئيسي للصناعة بعض الدول. طب مين أهم الدول؟ قال لك موجود في كل قارات العالم وأهمها. أولهم بقى من حيث ترتيب القارات: الأولى آسيا، الثانية أوروبا، الثالثة أمريكا الشمالية. طب أولى الدول: الصين رقم 1، الهند رقم 3. طب مين رقم 2؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى كده الترتيب من حيث القارات والترتيب من حيث الدول. طب صلى على رسول الله. طب البترول، قال لك يعد البترول من أهم مصادر الطاقة في العالم. بسبب إيه؟ قال لك بسبب إن هو مرتبط بالتنمية الاقتصادية، وكمان التنمية الاجتماعية، وكمان السبب في العلاقات السياسية. قال لك لأنه مع الغاز الطبيعي بيشكل حوالي 55%
من الطاقة المستخدمة في العالم، من الطاقة المستخدمة في الايه؟ في العالم. طب مين أهم الدول المنتجة ليه؟ قال لك التعاون ده أول دولة السعودية، أول دولة السعودية، بعدها على طول روسيا. طب والثالثة اللي وراها على طول الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟ وقال لك عشان زاد الطلب على البترول وتعدد استخدامه فإن اسعاره في حاله زياده عماله طالعه مش عارف لحد ما هتودينا فين، طلعت عينينا. طب الغاز الطبيعي، قال لك الغاز الطبيعي بيفكرك بالواد صاحبك اللي بيذاكر اكتر منك ويجي يقول لك انا ما ذاكرتش، فهو عيل رخيص. مش هنكتب رخيص. تمام؟ واقل، هو كده رخيص واقل وسهل. يعني هو كده سهل ورخيص واقل، سهل ورخيص وايه؟ واقل. ده الغاز الطبيعي، سهل النقل، رخيص الثمن، اقل تلوثا للبيئه. سهل النقل، رخيص الثمن، اقل تلوثا للبيئه. تمام؟ قال لك حوالي قد ايه من مصادر الطاقه؟ 25%. يعد من مصادر الطاقه رخيصه الثمن، سهلة النقل، أقل تلوثا للبيئة. تمام؟ عشان كده استخدمناه كبديل لمصادر الطاقة بقى في الصناعة وفي البيت، في المنزل، وفي توليد الكهرباء ووقود للسيارات بدل البنزين. طب مين أهم الدول أو القارات؟ قال لك أول قارة أوروبا في إنتاج، وبتنتج لوحدها تلت الإيه؟ الإنتاج. طب أهم الدول المنتجة؟ قال لك بيتم إنتاجه بكميات ضخمة في الدول اللي هي بتنتج بترول. الولايات المتحدة تعد رقم 1 في إنتاج الغاز الطبيعي. يلا بينا على الطاقة النووية. قال لك الطاقة النووية يتم إنتاجها من المحطات النووية السلمية. أوروبا أولى القارات، دي غالية عليا. أمريكا الشمالية تاني القارات في إنتاج الطاقة النووية. طب طاقة الرياح، قال لك بننتج الكهرباء من الرياح. بننتج الكهرباء من ايه؟ من الرياح. تمام؟ عندك بعض الدول المتقدمه زي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. وفي عندك 5 دول عربيه اولهم مصر، بعديها المغرب. طب والثلاثه التانيين؟ تونس، اردن، سوريا. مصر، المغرب، تونس، اردن، سوريا. مصر، المغرب، تونس، اردن، سوريا. طيب بعد كده عندك طاقة الأمواج وحركة المادة والجاز، اللي بنستخدمها في إنتاج الطاقة الكهربائية. بتستخدم في الدول المتقدمة بريطانيا، فرنسا واليابان. بريطانيا، فرنسا واليابان. طب الطاقة الشمسية، قال لك بعض الدول اتجهت لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر جديد ونظيف لا تسبب تلوث البيئة. مصر أقامت محطات لتوليد الكهرباء والاستخدامات المنزلية. دلوقتي بقى اولادنا وحبايبنا، احنا بنتكلم على النشاط الصناعي في العالم. تعالى نفصص الدرس، وده اخر درس في الوحده الاولى في الجغرافيا، وبكده نكون خلصنا نص الجغرافيا. فاضل لك وحده 3 دروس هننزل فيها مراجعه حلوه، يبقى كده انت معاك مراجعه الجغرافيا بالكامل يا وحش، وفي فيديو في نص مراجعه التاريخ، وفي هيبقى كده ناقص لك درسين تاريخ هننزلهم في فيديو مراجعه. يبقى انت كده معاك منهج ثالثه اعدادي في بالظبط فيديوهين هيبقى بالظبط في فيديوهين جغرافيا وفيديوهين تاريخ. سهلتها عليك اهو، ناقص حل الامتحانات والمحافظات، ودي هندلعك فيها قوي 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 قوي. ركز معايا، يلا بينا. طيب ايه الصفحه الطويله دي؟ طيب قال لك احنا بنتكلم على الصناعه. قال لك الدول المتقدمه هي الدول الصناعيه. يعني في وقتنا الحالي ده الدوله اللي هي الفقيره دوله صناعيه ولا دوله زراعيه؟ الله ينور عليك، دوله زراعيه. ليه؟ لان دلوقتي حصل تطور، والتطور بيقول ان الدول المتقدمه هي الدول الصناعيه وليست الدول الزراعيه. قال لك بس احنا لازم يكون عندنا مقومات للصناعه. قال لك المقومات بتاع الصناعه مقومات طبيعيه، مقومات بشريه، مقومات صناعيه، مقومات بشريه. قال لك المقومات الصناعيه مواد خام مصادر طاقه، مواد خام مصادر طاقه، وكمان موقع متميز. مواد خام مصادر طاقه وكمان موقع متميز. طيب عندك بعد كده مقومات بشريه، دي ايدي عامله وكمان تطور علمي. راس المال مهم للشراء، تتوافر اسواق
هبيع المنتجات. سياسات حكومية هتسهلها عليا. سياسات حكومية هتسهلها عليا. يبقى احنا كده عندك مقومات بشرية، أيدي عاملة ماهرة، وكمان تطور علمي، ورأس مال هشتري بيه آلات، وتوافر أسواق هبيع المنتجات. سياسات حكومية هتسهلها عليا. سياسات حكومية هتسهلها عليا. صلى على رسول الله. قال لك بعد كده عندك المناطق الصناعية الرئيسية. قال لك ابتدى العلماء يقسموا إلى حاجة اسمها أقاليم صناعية. طب يعني ايه اصلا اقليم صناعي؟ قال لك اقليم صناعي يعني جزء من الارض، جزء من الايه؟ من الارض، بس الجزء اللي من الارض ده، تمام؟ سوري معلش. بس الجزء اللي من الارض ده يا اولاد بيبقى فيه مجموعه من الصناعات والتجمعات الصناعية. قال لك لما رحنا لقينا اقليم غرب وسط اوروبا يعتبر من اهم المراكز الصناعيه، موجود في عده دول، منها بريطانيا، كمان فرنسا، يلا بينا على المانيا. تمام؟ قال لك موجود فين؟ قال لك تتوافر في دول اوروبا بشكل عام مقومات الصناعه اللي احنا لسه قايلينها، ودي ادت لوحدتها الاقتصاديه الاوروبيه، فحصل ما بينهم تكامل، كملوا بعض في الجوانب الاقتصاديه الصناعيه والتجاريه. الجوانب الاقتصاديه الصناعيه والتجاريه، وكمان حمايتها جمركيا، وتدعيمها من الاتحاد الاوروبي. طيب بعد كده قال لك لقينا عندنا اقليم اسمه اقليم شمال شرق الولايات، اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد، موجود في منطقه البحيرات العظمى في امريكا الشماليه. بتتنوع الصناعات في الاقليم ده، ومن اهمها صناعات هندسيه، الكترونيه، وسيارات، ادوات كهربائيه، صناعات خفيفه استهلاكيه، صناعات غذائيه، كمان نسيجيه. طب روسيا قال لك منطقه متباعده، ومن اهم مراكز الصناعه اللي فيها اقليم موسكو وما حوله، واقليم الاورال. قال لك طيب شرق اسيا، قال لك من اهم المراكز الصناعيه جزيره هنشو باليابان، وجمهوريه كوريا، في مناطق كتيره دي موجوده في الصين. طيب المراكز الصناعيه الحديثه قال لك هتلاقيها في اسيا، واستراليا اللي هي الاقيانوسيه، وامريكا الجنوبيه، ويلا يا شماليه، وانزلي على افريقيا. اسيا قالت لك انا موجوده في دول جنوب شرق القاره، دول جنوب شرق القاره زي ماليزيا، سنغافوره، اندونيسيا، وتايلاند. زي ماليزيا وسنغافوره، اندونيسيا، وتايلاند. وكمان دول الخليج فيها صناعات بتروليه، وكمان دول الخليج فيها صناعات بتروليه. الاقيانوسيه في استراليا، بس دوله اسمها استراليا على اسم القاره. امريكا الشماليه في كندا والمكسيك. طب امريكا الجنوبيه برازيل، ارجنتين، ويلا شيلي. افريقيا مصر، جنوب افريقيا، مصر جنوب افريقيا. وبكده بقى اولادنا وحبايبنا احنا نكون خلصنا مراجعه نص منهج الجغرافيا لابطال الشهاده الاعداديه. ما تنساش تدعمنا وتدعي لنا في الكومنتات، واشوفكم على خير. وما تنساش تتفرج على نص مراجعه التاريخ، وتابع الفيديوهات الجايه عشان احنا ناويين ندلعكم. بحبكم في الله. باي.